لازم برضه نشوف المشكله الدفاعيه اللي عندهم ورا، لان كابتن هاري ماجواير برضه في الجول الاول لايران ساب اللعيب يروح، يعني اللي هو انت معدي، روح عدي، روح هات جول يا باشا، روح مع السلامه، روح هات جول. فمش كده يا كابتن هاري ماجواير، يعني انت مع مانشستر قرفنا ومع انجلترا قرفنا، ايه يا عم؟ كفايه. رفقاء الكرويين عاملين ايه؟ انجلترا قدرت تكسب ايران 6-2 في اداء من اقوى الاداءات اللي شفتها لانجلترا في كاس العالم. وخصوصا الماتش ده ظهر فيه واد لعيب قوي اسمه بلينجهام. الواد ده لو فضل على ادائه ده لاخر كاس العالم في خناقه كبيره قوي هتقوم عليه من كل فرق اوروبا في الصيف الجاي. فعلشان نشوف انجلترا وايران عملوا ايه الماتش ده، انزل انقر دلوقتي لايك وسبسكرايب عشان عاوزين نوصل 1000 سبسكرايبر قبل كاس العالم ده ما ينتهي. معاكم محمود مخلوف في قناتي، وهنتكلم النهارده عن ماتش انجلترا وايران في اول ماتش ليهم في كاس العالم قطر 2022. من اول دقيقه في الماتش كان باين قوي ان انجلترا قدرت تتحكم في الماتش من اول لحظه لاخر لحظه، بالاداءات اللي قدموها، بالسرعات اللي عندهم، بالمستوى المهاري للعيبه. واخيرا بريس وايت المدرب بتاعهم اتخلى عن واخيرا المدرب بتاعهم بريس وايت يتخلى عن الفلسفه الدفاعيه بتاعته اللي لعب بيها يورو 2020، واللي قدر يوصل بيها النهائي بس ما قدرش يكسب البطوله. وكان واضح قوي فرق المستويات بين انجلترا وايران من مستوى اللعيبه، من التكتيك، من التفكير المدرب. وده من الحاجات اللي صدمتني النهارده في كارلوس كيروش، لان انا كنت متوقع منه اقوى من كده بكتير جدا، خصوصا اللي قدمه مع مصر في كاس افريقيا 2021. والغريب اكتر ان كارلوس كيروش اصلا كان معتمد مع مصر على الدفاع، وان هو يقفل ويروح يخطف جول، يروح يكسب بضربات جزاء. وده اللي كنت متوقعه من ايران، هتنزل النهارده تقفل، مش هتمسك كوره بس هتقفل كل مفاتيح اللعب على انجلترا. بس اللي حصل عكس كده خالص، والجبهه الشمال بتاعت ايران كانت منتهكه من جميع لاعبين الملعب، وتقريبا الجمهور والمدرب كانوا ينزلوا ينتهكوها. تقريبا 4 تجوان من الستة دخلوا من الجبهه الشمال بتاعت ايران. الباك ليفت بتاع ايران عنده مشاكل دفاعيه كتيره قوي، وفي ثانيه واحده يتلم من اي لعيب ايا كان. وكمان الوينج الشمال مش بيرجع يدافع معاه، والباك الشمال لما بيطلع ما بيرجعش. وممكن تقول لي المشكله مش من الجبهه الشمال في ايران، لا، الوينج اليمين اللي في انجلترا اللي قوي. انا عايز اقول لك ان الجبهه اليمين بتاعت انجلترا طول الماتش كانت عماله تتغير، وحتى على الورق كان اول الشوط الاول كان بيلعب ساكا جاب جولين، نزل راشفورد بعد 15 ثانيه برضه من الناحيه اليمين جاب جول. فالمشكله عند ايران مش عند انجلترا. وواضح ان كيروش لو مرتبش اوراقه ونظم فكره مش هيطول كتير في البطوله دي. وواضح برضه ان انجلترا هتقدر تكسب الثلاث ماتشات بكل سهوله في مجموعتها، خصوصا ان مجموعتها سهله قوي. بس المجموعه دي ما تبينش، او الماتش ده بالذات ما يبينش قوه انجلترا. قوه انجلترا هتبان حقيقي من دور ال 16. ممكن انجلترا تنزل تخطخ في الثلاث فرق دول وتكسب الثلاث ماتشات. دور ال 16 اول ما تلاعب فرقه قويه تخيش تطلع بره البطوله. هي طبعا انجلترا قويه، انجلترا دايما من المرشحين للفوز باي بطوله، بس برضو الماتش ده مش مقياس خالص لانجلترا. لان احنا قلنا في حلقه قبل كده انجلترا مشكلتها دايما في ثقه اللعيبه في نفسهم اللي دايما متدمره. لازم ثقه اللعيبه تزيد في نفسهم قوي. هم عايزين شويه حظ بصراحه، بس لازم ثقتهم تزيد، لازم يركزوا اكتر، لازم يركزوا في كل كره تجيلهم يدخلوها. لازم برضو نشوف المشكله الدفاعيه اللي عندهم ورا، لان كابتن هاري ماجواير برضو في الجول الاول لايران ساب اللعيب يروح، يعني اللي هو انت معدي، روح عدي، روح هات جول يا باشا، روح مع السلامه، روح هات جول. فمش كده يا كابتن هاري ماجواير، يعني انت مع مانشستر قرفنا ومع انجلترا قرفنا، ايه يا عم؟ كفايه. والماتش ده بالذات كان فيه رقم قياسي جديد في كاس العالم، 14 دقيقه وقت بدل ضايع، يعني تقريبا دي في تاريخ الكوره انا عمري ما شفت في حياتي الرقم ده. بس على الاقل هو رقم قياسي في كاس العالم جديد، 14 دقيقه تقريبا اول مره يتكسر من سنه 60 او 62. كان معاكم محمود مخلوف في قناتي، ولو وصلت لغايه هنا انزل انقر دلوقتي لايك وسبسكرايب علشان نوصل ل 1000 سبسكرايبر، وتكتب رايك في كومنت عشان رايك مهم. رفقاء الكرويين، مع السلامه.